بعد مباراة الأهلي والترجي وبيراميدز والجيش الملكي والمصري وشباب بلوزداد، كابتن حسام حسن بينزل قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس اللي هيلعب قدام السعودية وأسبانيا. مباراتين مهمين جدا جدا للمنتخب المصري قبل كأس العالم. تعالوا مع بعض كده نقول مع بعض قائمة منتخب مصر ونحلل ونقيم هل في لعيبة تستحق ولا مفيش لعيبة ما تستحقش إن هي تدخل القائمة دي، وهل كابتن حسام حسن عنده وجهة نظر تخلينا نطمن على المنتخب قبل كأس العالم، ولا هيبقى شكلنا وحش قصاد السعودية والمنتخب الأسباني. قبل أي حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. تعالوا كده مع بعض نشوف القايمة وهي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. تعالوا نقول كده مع بعض الأسماء سريعا، بعد كده نمسك اسم ونشوف هل هو يستحق إن هو يكون موجود في المعسكر ده عشان يقابل السعودية وأسبانيا ولا لأ. في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء. خط الدفاع محمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح. خط الوسط أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور. وخط الهجوم محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى، مصطفى محمد وناصر منسي. تعالوا كده بقى نتكلم مع بعض على لاعب لاعب. طيب نمسك حراسة المرمى الأول. حراسة المرمى فيها محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، ومحمد علاء. وجهة نظري الشخصية بالنسبة لي، طيب محمد علاء حارس مرمى الجونة، لأن محمد علاء خد أكتر لاعب في الدوري المصري كسب جايزة رجل المباراة، أخدها 8 مرات، وده رقم يدل على إنه حارس مرمى جيد جدا وواعد. وعلى فكرة نادي الزمالك كان بيتفاوض مع اللاعب ده، مع الحارس ده، وكان ممكن يجي مكان المهدي سليمان السنة دي. طيب المهدي سليمان مقدم بصراحة ماتشات هايلة جدا مع نادي الزمالك، وأنقذ كام كورة في ماتشات الدوري اللي فاتت. وزي ما انتوا عارفين كابتن حسام حسن كان بياخد محمد صبحي دايما من نادي الزمالك، ومحمد صبحي يعني مش عايز اقول في أسوأ حالاته، محمد صبحي هو ده مستواه، هو ده مستوى محمد صبحي وما بيتغيرش. هو حارس مرمى سيء، مش حارس مرمى ينفع لمنتخب مصر. فانا عندي الاختيارين دول جيدين جدا. طيب مصطفى شوبير ومحمد الشناوي. النادي الاهلي حاليا في مرحله سيئه جدا جدا، وبيقدم موسم ولا اسوأ، بكل المليارات اللي صرفها، بكل حاجه، بص بكل حاجه، يعني مش هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير. لكن لو احنا هنقارن ان مصطفى شوبير عنده الموهبه او مش عنده الموهبه، بيلعب المنطقي، بيلعب السهل، يعني بيتمركز صح، بيفرد ايده في الاوقات الصح، بيلعب المضمون دايما كحارس مرمى. البيزكس بتاعت حراسة المرمى هو ما بيطلعش منها، ما بيتحاولش يتفلسف. محمد الشناوي اسمه ليه تاريخ مع النادي الاهلي اكيد، وما عملش تاريخ مع منتخب مصر عشان بس ما حدش يفتكر حاجه، هو ما عملش تاريخ مع منتخب مصر لسه، ما فيش اي لاعب عمل تاريخ مع منتخب مصر في الجيل ده خالص. فمحمد الشناوي في مستوى مزري وسيء جدا جدا جدا. فانا بالنسبه لي اكبر غلطه ان هو خد محمد الشناوي معاه. كان ممكن تاخد 3 حراس بس يا كابتن يا كابتن حسام، عادي جدا، 3 حراس كفايه لمعسكر زي ده. لكن هو اصر على محمد الشناوي فتمام. فانا دي بالنسبه لي دي اكبر سقطه. لكن في 3 تمام، يعني 3 من 4 انا بالنسبه لي دي نسبه نجاح كويسه. لكن مين بقى اللي هيقف في ماتش السعوديه وماتش اسبانيا؟ يعني انا وجهة نظري نعتمد على مصطفى شوبير والمهدي سليمان، كون ان مهدي سليمان عنده خبرات مع انديه كتيره لعبها، ومصطفى شوبير حاليا في حاله كويسه، مع انه في ماتش الترجي النهارده ما كانش احسن حاجه، بس برضه لسه هو صغير وممكن تقدر تحتويه وتطلع منه حاجات كويسه. طيب الدفاع، محمد هاني. انا ما بحبش جمله
والله مصر ما فيهاش باكات يمين. مصر ما فيهاش باك يمين. انا مع، والله انت عندك محمد ابراهيم لاعب الزمالك الجديد ده، لاعب كويس جدا 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 وواعد. اكيد في لعيبه تانية، اكيد في لعيبه تانية. طارق علاء اللي هو واخده ده، انا ما اعرفش هو طارق علاء ده يمين ولا لا، بس هو من زد، من نادي زد، بيقولوا ان هو لاعب كويس، فانا همشيها ان هو كويس. لكن محمد هاني بالنسبه لي، الحنكشه اللي بيعملها مع الاهلي من ساعه ما صعد، من 10 سنين لاعب ناشئ لحد دلوقتي، انا مش شايف ان محمد هاني لاعب كرة اصلا. فتمام يعني. فانا بالنسبه لي محمد هاني لا يستحق ان يكون في منتخب اشبال حتى. طارق علاء ماشي، رامي ربيعة على العين الاماراتي يعني ماشي. محمد عبد المنعم، طبعا محمد عبد المنعم في اي حاله ليه هو مهم ولاعب قوي جدا. ياسر ابراهيم رغم ان حالته دلوقتي سيئه جدا 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 مع النادي الاهلي، بس ياسر ابراهيم لو عاملته نفسيا كويس هيبقى قوي جدا. يعني انا بالنسبه لي ياسر ابراهيم لما بيكون في الفورمه هو بيبقى احسن مدافع في مصر. حسام عبد المجيد ماشي، يعني انا بالنسبه لي حسام عبد المجيد مستواه متوسط، مش مستواه العالي ولا اي حاجه، لا هو مستواه متوسط. خالد صبحي، يا جماعه خالد صبحي ما بيلعبش اساسي في المصري. مش فاهم بجد، خالد صبحي ما بيلعبش اساسي في المصري. بناخده ليه؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي. كابتن حسام حسن مصر عليه اصرار تام، ما بيلعبش اساسي في المصري. نبيل كوكي مش معتمد عليه، ومع ذلك ماشي. احمد فتوح ما عندكش باك شمال غيره تقريبا. احمد نبيل كوكا ما بيلعبش. احمد نبيل كوكا ما بيلعبش. بالعمري من ساعه ما جه هو اللي بيلعب. نبيل كوكا ما بيلعبش. هو لازم يا من الاهلي يا الزمالك يا بيراميدز، يعني هو لازم من الثلاثه دول، مفيش حد يعني تاني تاخده. تمام. فهو احمد فتوح تمام، نبيل كوكا. يبقى اعتراضي على محمد هاني وعلى خالد صبحي وعلى كوكا. بالنسبة لي التلاتة دول بصراحة أكيد 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 كان في بدايل تانية في الدفاع لمنتخب مصر. خط الوسط حمدي فتحي تمام. حمدي فتحي حتى لو هو في أسوأ حالاته تقدر تطلع منه حاجة كويسة. مروان عطية بالنسبة لي طبعا هو واقع اليومين دول مع الأهلي، لكن مروان عطية برضه تقدر تشتغل عليه كويس. مهند لاشين احتياطي جيد. محمود صابر ما بيلعبش أساسي يا كابتن حسام، ما بيلعبش تقريبا والله. يعني خالد صبحي واحمد نبيل كوكا. خالد صبحي واحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ما بيلعبوش يا جماعه في انديتهم اساسيين اساسا. مش عارف ماشي. زيزو امنعوا الضحك، والله امنعوا الضحك يا جماعه، امنعوا الضحك. على اساس ايه؟ بجد على اساس ايه؟ محتاج افهم على اساس ايه. والله يا كابتن حسام احنا محتاجين كده نفهم على اساس ايه. يعني لا تعليق على زيزو. امام عاشور حتى لو هو حاليا في أسوأ حالاته، امام عاشور تقدر برضو لما بتشتغل معاه نفسيا بيبقى احسن لاعب في مصر، فوجوده مهم. محمود حسن تريزيجيه اللاعب الوحيد اللي بيلعب عدل في الاهلي، لكن داخل منطقة الجزاء بره منطقة الجزاء احنا بنلعب ناقصين حرفيا والله. عمر مرموش اكيد. ابراهيم عادل اكيد، بس معرفش هو بيلعب اساسي في ميتلاند ولا لا. يعني بالنسبه لي ابراهيم عادل يلعب على تريزيجيه ناحيه الشمال احسن بكتير. هيثم حسن لاول مره هيثم حسن يمثل منتخب مصر، لاعب ريال اوفيدو الاسباني، ونتمنى ان هيثم حسن يقدم اداء عالي وان شاء الله يسد ثغره صلاح، لان صلاح مصاب اصابه خفيفه، لكن ليفربول يعني تعنتت ان هو يجي، وشافت ان هو احسن له ان هو يبقى موجود مع ليفربول. اسلام عيسى في سيراميكا كليوباترا اللي بينحدر انحدار تام دلوقتي. اسلام عيسى اللي شفناه في البطوله العربيه وهو بيحنكش وبيعمل اغرب كره قدم شفناها في الحياه. اسلام عيسى هنلاعب اسبانيا باسلام عيسى، هنلاعب السعوديه باسلام عيسى. انت متخيل؟ اسلام عيسى اللي معرفش يلعب قصاد الاردن التاني، منتخب الاردن التاني، وقصاد الكويت، وقصاد الامارات، هيلعب قصاد
السعوديه الفريق الاول واسبانيا الفريق الاول، ده لو لعب اصلا. فانت عندك في خط الوسط بالنسبه لي يعني محمود صابر وزيزو و اسلام عيسى ملهمش اي لازمه، ملهمش اي لازمه. واكيد اكيد في بدلة في مصر يا جماعه. الهجوم كراس حربة اخد مصطفى محمد من نانت الفرنسي اللي ما بيلعبش حاليا، بس مصطفى محمد لو انت اتعاملت برضه معاه نفسيا هتطلع منه احسن فيرود في مصر. لكن كابتن حسام حسن بيموت مصطفى محمد نفسيا، بيهينه نفسيا. فمش فاهم بقى ناصر منسي، وده يعني لو كابتن حسام حسن ما كانش اخد ناصر منسي المعسكر ده، يعني كده كده عارفين ان في مجاملات بتحصل، لكن عدم وجود ناصر منسي بالنسبه لي انا حاليا هو احسن لاعب في الدوري المصري في الثمان 9 اسابيع اللي فاتوا او الشهرين 3 اللي فاتوا، هو احسن لاعب في الدوري المصري، مستواه ثابت. فكانت هتبقى سقطه كبيره يا كابتن حسام لو انت ما خدتش ناصر منسي. فانا بالنسبه لي طبعا محمد شحاته مصاب فما اتاخدش، محمد اسماعيل ما اتاخدش، مش فاهم ليه، مع ان محمد اسماعيل مقدم موسم هايل مع الزمالك، بس تمام. ف دي اللعيبه اللي قصادنا. انا اعتراضي في اللعيبه دي على محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني في الدفاع، خالد صبحي في الدفاع، وكوكا في الدفاع. في الوسط اعتراضي على محمود صابر وزيزو، بجد يعني ملهمش اي لازمه وما بيجوش يفيدوا اي حاجه لها علاقه بالمنتخب. واسلام عيسى، ادي 7 لعيبه يا كابتن حسام ملهمش اي لازمه ولا دور فني ولا ليهم اي دور ايجابي ولا يعني هنقول يعني تمام. يعني ماشي معسكر فيه حوالي 24-25 لاعب، لما يبقى فيهم 7 ملهمش لازمة، أعتقد رقم كبير جدا 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 يا كابتن حسام. طيب الماتشات امتى بقى؟ ماتش السعودية هيبقى يوم 27 وده هيتلعب في السعودية في جدة، في السعودية. وماتش اسبانيا هيبقى في برشلونة يوم 31/3. يوم 27 هتخلص الماتش هتسافر على برشلونة علشان تلعب اسبانيا يوم 31. كان في كلام، والكلام ده انا ممكن اصدقه، ان كابتن حسام حسن ما كانش عايز يلعب اسبانيا، وهو سعى ان الماتش ده ما يتلعبش، وان حصل موضوع التأشيرة ده وهو انبسط وقال مش مشكلة والكلام ده، وكده كده قدامنا في شهر 5 ولا 6 نقدر نلعب لنا ماتش او ماتشين كمان، اللي هو مش عايزين نحرج نفسنا دلوقتي من الاخر. اللي انا شايفه ويا رب اطلع غلط، ان احنا يا كابتن حسام لو مفيش تشكيلة متوازنة، يعني من اللي انت حكيته ده او من القائمة اللي انا بقولها دي، افضل تشكيلة منطقية اي مدير فني هيجي وبيشوف المستوى اللي بيحصل في الدوري، وان في 3 فرق من افريقيا، في 3 فرق مصريين خرجوا في افريقيا النهارده، الاهلي وبيراميدز والمصري، ومستوى ال3 سيء في الدوري المصري كمان، ال3 فرق مستواهم سيء جدا في الدوري المصري الموسم ده. فانا بالنسبه لي مصطفى شوبير في حراسه المرمى، قدامه نجرب بقى لاعب زد الجديد ده، وحسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، وناحيه الشمال احمد فتوح وامام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطيه، لان السعوديه هتهاجمك وانا متاكد من اللي انا بقوله ده. وينج يمين هيثم حسن، وينج شمال ابراهيم اسمه ايه، ابراهيم ايه بتاع بيراميدز، نسيت اسمه، تخيلوا نسيت اسمه والله. انا واصل لمرحله دلوقتي ان انا ابراهيم عادل، لان ابراهيم عادل بقاله كتير ما بيلعبش، بس انا بالنسبه لي ابراهيم عادل لو فايق هيفيد اكتر من تريزيجيه بكتير. او حط عمر مرموش يا سيدي، ما تحط عمر مرموش احسن من اي حد كوينج شمال،
عمر مرموش افضل بكتير بالنسبه لي. العب عمر مرموش وينج شمال، وحط ناصر منسي شوط، وحط مصطفى محمد شوط. لكن انا عارف كابتن حسام حسن، توقعي ان كابتن حسام حسن هيلعب بالتشكيله اللي انا هقولها لكم دلوقتي دي. هيلعب بالشناوي، تمام، ومحمد هاني، احمد فتوح عشان مفيش غيره، وهيلاعب رامي ربيعه وياسر ابراهيم، تمام، وهيحط امام عاشور، ومش هيلعبوا طول الماتش على فكره. هيحط امام عاشور وزيزو وحمدي فتحي او مروان، واحد منهم، وهيثم حسن يمين، وتريزيجيه شمال، وعمر مرموش هجوم. وهو ده اللي هيعمله كابتن حسام حسن. وهتقول مصطفى قال ليه؟ لان هو ده فكر كابتن حسام حسن. ايه هو بقى فكر كابتن حسام حسن؟ معرفوش. انا يا رب اطلع غلطان، عشان بس الناس اللي بتقول انت بتهاجم وخلاص. يا جماعه، هي كوره، هي مش كيمياء. يعني يقول لك ايه هي كيمياء؟ لا، الكيمياء اصعب من الكوره والله. انت عندك دلوقتي معطيات بتقول اللعيبه دي مستواهم عامل ازاي. معطيات. خلاص، لعيبه الاهلي اصلا هتجيلك وهي نفسيا متدمره، واخد من الاهلي 9 لعيبه. 9 لعيبه، اكتر نادي في المنتخب 9 لعيبه. هو اكتر نادي بيتهان في الملعب، اكتر فريق بيتهان في الملعب من الفرق اللي بتلعب في الدوري دلوقتي هو الاهلي. ليه؟ لان هي اللعيبه هي اللي بتهين نفسها. اللعيبه مش طايقه بعضها، وانتوا كلكم عارفين القصه دي، كلكم، محدش ينكر. ويبقى بجح اللي ينكر ويقول ان مستوى الاهلي ولعيبه الاهلي دول مش عارف. فانت واخد 9 منهم، 9 لعيبه. ال9 هيجولك متدمرين خلقه نفسيا، وانا متاكد ان انت هتلعب مثلا 5 6 منهم اساسي. منهم طبعا الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومروان وتريزيجيه، طبعا وزيزو وامام. دول لازم يلعبوا. تمام. واخد من الزمالك اللي هو بيلعب احسن كوره في مصر دلوقتي، واخد 3. اقول لك على حاجه، انا كزملكاوي، انا طبعا افضل منتخب بلدي عن النادي، لكن انا بقول لك انا كزملكاوي دلوقتي، لو انا بفكر بعقليه خلاص بقى انا وصلت لمرحله من الجنون، هقول لك يا سلام الراجل ده ريحنا. واخد 3 بس، حسام عبد المجيد والمهدي سليمان وناصر منسي. الباقي بقى هيبقوا في معسكر الزمالك، وكابتن معتمد جمال هيشتغل عليه، واحمد فتوح سوري، واخد من الزمالك 4. انا اسف، واخد من الزمالك 4. هتقول خلاص كده تمام. يعني كابتن معتمد جمال هي دلوقتي اكتر واحد منشكح من اللي بيحصل ده، ان هو مش واخد من الزمالك ناس كتير. هو دلوقتي كابتن حسام فاكر ان هو بيفيد الاهلي اكتر لما ياخد اللعيبه دي، علشان بقى ايه، يقومها ويخليها بقى توصل لحالاتها وكل الكلام ده، ويبقى فيه احتكاك جامد مع السعوديه واسبانيا. يا باشا الاحتكاك كان مع طلائع الجيش والترجي، وديك شفت النتيجه. الترجي في أسوأ حالاته. الأهلي الشوط الأولاني يكسبوا 4 مستريح، الشوط التاني الأهلي يخسر 5 6 مستريح. هي دي كانت قائمة المنتخب. ويا ريت أسمع رأيكم في الكومنتات، ويا ريت أشوف كلام موضوعي وكلام فني سليم. يعني إحنا ككورة ومشجعين خلينا نتكلم إيه هو الأنسب واللي لصالح منتخب مصر. ما نفكرش في فكر والله الاهلي دلوقتي كذا والزمالك كذا والكلام ده. لا، انت شايف ايه قصادك، او انت شايف المنتخب ممكن يعمل ايه في الفترة اللي جاية، او في المعسكر ده. لان المعسكر ده مهم جدا جدا. انت بتلاعب مدرسة من اسيا قوية جدا زي السعودية، مع مدرب ثعلب زي هيرفي رينار، واسبانيا. انت بتلعب اسبانيا بقى بالشله بتاعتها، ويا ترى بقى هيلعبوا بالاساسيين ولا لا. يعني يامال بقى هيبقى قدام احمد فتوح، ماشي، وهتشوف بقى ايه جافي وبدري يعني هتشوف بقى كل
الاخوة الصعايدة كل الجماعة بتوع اسبانيا دول هيعملوا معاك ايه؟ هيبقى منظرك ايه لو لعيبة اسبانيا الاساسية، والله حتى لو مش لعيبة اسبانيا الاساسية لعبتك وانت لعيبتك جايه محبطة. تخيل بقى الزمالك لو خسر من اوتوهو، تخيل بقى الزمالك لو خسر من اوتوهو وما صعدش، فانت بقى جايلك يا معلم التشكيلة كاملة مكملة محبطة، كلها محبطة. زد ما صعدش، لعيبة زد لعيبة جونة تحت، زد والجونة محبطين، لعيبة الأهلي محبطة، 9 لعيبة خارجين من أفريقيا ومركز تالت في الدوري وخرجوا من كاس مصر وخرجوا من الرابطة، مفيش غير الدوري اللي فاضل لهم والله أعلم هياخدوه ولا لأ. بيراميدز خارج من كاس أفريقيا، تمام. عمر مرموش جوارديولا ما بيلعبوش، صلاح ما جايش. فانت متخيل لو حصل في الأمور أمور واللعيبة دي جايلك أصلا نفسيتها متدمر، فانت اختار. الموضوع سهل وبسيط يا كابتن حسام، اختار اللي كان بيلعب احسن. انت ما عندكش وقت تدادي او ما عندكش وقت تعالج نفسيا اللعيبه دي. ودي كانت اخر حاجه عندي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا رايكم في الكومنتات على قائمه المنتخب المصري. سلام عليكم.